هم جايبيني عشان انا نجم والله. الفنان لما بيكبر بيتنك على الناس؟ لا، عمر الفنان ما يتنك على الناس. ازاي؟ يعني عمره يعني عمر ولا وهو صغير ولا هو كبير، يعني انت يتنك ما ازاي؟ بتتنكيش على حد خالص؟ لا. يعني بتقابلي الناس في الشارع تسلمي عليهم عادي اكيد. وبترد على التليفونات؟ لما بكون بشتغل او بصور ما بردش على كل التليفونات يعني. بس انا عارف ان انت ما بترديش على اي حد. طبيعي، لانك انت بتصور طول اليوم، يعني اليوم فيه 24 ساعه. لا لا، غير انت التصوير، يعني انت بتصوري السنه كلها؟ مالك يا سعد؟ لا انا البرنامج النهارده اجريسيف بصراحه، قوي. البرنامج النهارده بصراحه اه. يعني انا عارف انت بترديش على الصحفيين، هل واخده موقف معاهم ولا؟ لا خالص، بالعكس برد. عندي صحفيين صحابي، بس عندي حد ماسك شغلي. اه. بس برد على معظم صحفيين صحابي اللي انا عارفاهم. بس انت هترد على مين ولا مين ولا مين؟ ريهام سعيد، الفنان لما بيكبر وبقى نجم بيتنك على الناس؟ لا، لو كنت بتعتبر ان عزة النفس او الاحساس بالنجاح تناكة يبقى يعني ايه عزة نفس؟ يعني اذا كان الواحد يحس باهميته او ان هو ناجح، فانت تفهمها انها تناكة او غرور، يبقى من حق اي حد ان هو يحس انه نجم. الاهميه اللي الناس اديتها له يبعد عن الناس؟ لا لا، مش بعد عن الناس، بس هو غصب عنك، هي ناس شايفاك بعيد. الناس كلها بصراحه، ومش انا يعني، الناس كتير بيقولوا انت تنكه، دي حقيقي؟ يعني حتى لو مش مهم. ازاي؟ يعني انت مثلا بتقابلي ناس يعني لو سلمتي اوروفوار اوروفوار كده؟ لا، هو انت كإنسان طبيعي مطلوب منك ان انت، يعني انت لما بتدخل على عزومة كبيرة شوية بتشاور من بعيد وتقول اهلا وسهلا. اه. بتكسل تسلم على كل حد. تخيل بقى انت داخل حتة كل الناس عارفاك، هتسلم على كل الناس، ولو ما عملتش كده تبقى انت تنك. انت بتعملي كده مع الفنانين وزمايلك زي ما بتعاملي الناس بره؟ نفس المعامله برضو؟ لا، يمكن انا مش اجتماعية، لكن انا بقول لك انا ما بيهمنيش رأي حد فيا بصراحة. ايه اكتر اشاعه ضايقتك؟ حسيتي ان ايه ده انتوا بتعملوا فيا ليه كده؟ مش انا كده. ما عنديش يعني اشاعات. مفيش اشاعه ضايقتك خالص؟ لا، كلها اشاعات على سنة الله ورسوله. جواز ريم بارودي من مطرب معروف او ملحن معروف، مش لازم ده. انت ما اتضايقتيش؟ ليه انتوا بتعملوا معايا ليه كده؟ اشمعنى انا؟ او لا، ليه ما الموضوع كذب؟ اتضايقتش. او ما طلعتيش اتكلمتي؟ ليه لا، ما اتكلمنا بعد كده يعني، اه ووضحنا لان احنا هو من اعز اصحابي يعني، اه وضحنا ان مفيش ارتباط. اه بس ما ضايقتش يعني، مش حاجه تضايقني يعني. اكتر اشاعه ضايقتك ايه؟ لا، طلعت عليا اشاعات كتير جدا ايه اللي جدا ضايقتك جدا. وممكن تعيطي منها او تقولي انا اتظلمت؟ ليه عملتوا معايا كده؟ لا، اعيط ما بعيطش، اه. عشان ما بقاش كذابة، يعني ما بعيطش. سوري، يعني ليه ليه؟ عيط ليه يعني؟ ما هو كلام عبيط، مش يعني حقيقي كلام ما يعني. يخليك، لكن انت اه. لو حاجه تعبتك بتعيطي عادي زينا. ايه زينا دي يعني؟ ما بتعيطيش خالص حضرتك؟ مش فاهمه، هي من كوكب تاني. يعني لو لا، حد توفى برضه ما بتعيطيش؟ يعني ايه اللي دخل يعني التوفى دي حاجات لو سمحت إنسانية، استنى لكن حضرتك. أنا هقرا جورنان خبر فاقعد أعيط؟ لا لا لا، حد لا قدر الله حد، يعني انت بتقولي لا ما بعيطش خالص حضرتك؟ لا، ما عيطش على إشاعات. بتقولي إيه الإشاعة اللي سمعتيها وعيطتي؟ لا، ما بعيطش من إشاعات يعني. عيط لا، بروح مكلمة المحامي، بفكر إزاي أبهدل اللي عمل كده، أخد حقي إزاي. مم. لكن ما بعيطش يعني. طب ولا اشاعه يعني؟ طب انا لا، انا في اشاعات كتير قوي. اشاعة اتجوزت صاحب قناة، واشاعة تانية خدت شبكة من واحد، واشاعة تالتة، مليون ايه موضوع اشاعة. الشبكه ده؟ ده انا كنت مخطوبة لواحد اه، وخدت منه شبكة بنص مليون جنيه. ده حقيقي؟ طبعا شايف اهو، شايف طب الشبكات ما اهي اديني مغرقة. 250 منهم. ريهام، انا بتكلم بجد، والشبكة بنص انا مليون بتكلم جنيه دي بجد. تبقى عاملة ازاي مش عارف. ما بتحسيش؟ ما حدش قالك ان انت تنكه؟ ايش دخل؟ لا. انا بتكلم بجد، ما حدش قالك ان انت تنكه؟ بص، انا ساكتة اه عشان موصيني وانا داخلة اه. ان هم عايزين يكملوا البرنامج معاك، ما تكملي حضرتك وان انا. في ضيوف بيقولوا لهم كمان ان انا المذيعة عشان يرضوا يجوا. لا والله. امم اه. مم. ف آه. يعني فهم، انا جايه بنقذ موقف مش اكتر. فاصل ونعود مع ريم البارودي وريهام سعيد. ايه بقى مش هينفع مذيع؟ وانت ايه الجمل اللي انت كنت؟ لا، انت قاعد تقولي يا تنكا قدام الناس، انت بتشتمني قدام انا الناس. بقولش انت تنكه، بقول لك بيقول، وهشيلها على فكره المونتاج. بيقول
لا تشيل ما انت حضرتك اللي ماسكه البرنامج، حضرتك لا انا شيلها. مش ماسكه البرنامج، انا جايه وقايله لاحمد هي عشان فرماوي قناه وقايله النهار لكل طبعا الناس ان انا لا اي لا كلمه مش هتعجبني، هي انا مش عشان واثقه قناه فيك النهار كمذيع. طبعا. يعني تشيليه حضرتك انا ليه؟ مش واثقه سعد، فيك سعد، انا ما كمذيع. قلتش حاجه، استني بس. انا مش واثقه ان انت تقدر تدير حوار، انا بشوفك بترقص ما بتغني كنتيش جيتي تديري حوار، بتطبل، انت لكن ما كنتيش تبقاش جيتي مذيع. انا تديري جيت عشان حوار. انقذ المكان اللي انا بتكلم مكان يعني اللي انا ايه؟ بشتغل فيه، انت طلبوا ما مني تقدريش خدمه فانا بعمله. ما ينفعش تعيني مونتاج ولا ما ينفعش حضرتك. سعد، ده عشان سعد، كده سعد. بقول لك انت تنكر. سعد، عشان لا، كده سعد، أنا مش مش دخلت تنكة تناكف وبعدين. الاشاعات. سعد انا بكلمك على فكره. استنى يا سلام، يعني انت تمام يعني مش تنكر. انا كل حاجه اتفاجئت، يعني كل حاجه اتفاجئت بيها، روي يعني لما برنامج تقول لواحد وبعدين انت ما اكتشفت تنفعش تبقى مذيع يبقى مش وبعدين طبعا مع تنكر. احترامي مع ريم بس هتطلعي لوحدك وبعدين لقيت ضيفه تانية، يعني كل حكايه مفاجاه بالنسبه لي. فخلص الحكايه. ماشي يا فندم ماشي. انا فعلا ده انا لازم ابقى رخم بجد بقى، مش بس انا عايز اسالك على نفسك، رخم على نفسك. اوكي ماشي اوكي. يلا صلوا بالك جاي من الفاصل. طب قولوا لاحمد الهواري يقول له حاجه في الاير مش بيس دخلت عشان تناكف مش عارفة. الاشاعات. يلا يا استاذ. اول مره اشوفك كده في حياتي. ريم، ايه موضوع مسلسل الشك؟ طالعه بطله، طالعه ايه دورك؟ ايه السؤال؟ طالعه ايه في الشبكه؟ الشبكه؟ اه ايه الشبكه دي؟ الشبكه بتاعت الفيلم. طب تاني بقى تاني. يلا يا استاذ. يعني ضحكت اهو. قلت لكم يا جماعه يا لا وتقول لك يلا يا استاذ. انت مش مركز يا سعد، ده واحد وسط اتنين امارات. ما هي يا استاذ لما تغلط فيا وانت ساكت يا استاذ عادي كده يعني. دخلها دلوقتي، هي كل كلمه بتحطها ليه؟ ماشي يا أستاذ. هو ما توصلش على موضوع التناكف. على فكره عايز اقول لك انا اشهر من البرنامج بتاعك. اشهر من ايه؟ من البرنامج بتاعك. بايه؟ ما هو المهم تبقى باي مشهور حاجه. بايه؟ بمحبه الناس. لا يعني تبقى مشهور بالخير ولا مشهور بالرقص ولا حمدي. مشهور بالراس باي حاجه. بالأغاني ولا مشهور باي حاجه. بإيه؟ مشهور بالحمار باي حاجه. بالظبط. يلا هنعمل حلقه ان شاء الله. يلا يا زي ريم الفل يلا ريم يلا 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 يا استاذ جاهزين. يلا. يلا عشان الاستاذ عنده اكل عيش. يلا عشان نخلص يلا يلا. طبلي لا طبلي يا ريم يلا طبلي. لا طبلي عادي والله عادي. لا يلا عادي مفيش مشكله عادي. لا ده انا مش عارفه يلا يا جماعه يلا يلا عشان احنا من الساعه 6 تقريبا والله العظيم. يلا يا استاذ. يلا صلوا باي. طب سعد بعد اذنك بس نزل ايدك يا سعد بعد اذنك. نزل ايديك واقفل رجليك. ده بجد مفيش طبلي، مذيع طبلي، يقف طبلي. كده بجد. التريقه يا ريم التريقه. ثانيه واحده يا جماعه والنبي. براحتي بقى، هم جايبيني لا عشان كده ارحم. هم جايبيني عشان انا نجم والله. بتضحك على ايه؟ جايبينك عشان انت نجم. طب انت نجم يا حبيبي. انا قلت بتاع حاجه نفسك نكته. نجم. انا كلمتك حضرتك. مش مصدقك. خير الله ما جاله. يلا يا استاذ يلا يا استاذ. ريم ممكن تكلمينا على المسلسلات اللي بتذاع دلوقتي؟ ايه الكواليس اللي كانت في المسلسل ايه؟ بعمل مسلسل الشك ده من اروع الكواليس اللي اشتغلت فيها، لانها فيها كوكبه كبيره من النجوم. كلنا معاكي- بنكمل بعض. معاكي مين ومين؟ مي عز الدين، ريهام سعيد. يعني هي معاكي في المسلسل. قلت لي بقى كملي. ما تقابلناش على فكره، عادي ما تقابلناش على بس فكرة. معاكي انا في لسه ما المسلسل. كملتش على فكره. اتفضلي حضرتك. بس معاكي يعني انتوا مع بعض في مسلسل استاذ عادي؟ راغده واستاذ حسين فهمي، استاذ مكسيم خليل، استاذ نضال الشافعي. كوكبه كبيره جدا، كلنا بنكمل بعض. يمكن ما تقابلناش فعلا زي ما ريان بتقول، بس من احلى كواليس. ويمكن ممكن تسالها ان استاذ محمد النقلي اصلا مخرج كبير، يعني من احلى الكواليس المسلسلات بتبقى مع استاذ محمد النقلي. وفي العقرب مع منذر ريحنا واستاذ نادر جلال.